مساء الخير عليكم البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وتكونوا كامل بخير وعلى خير. صحه فطوركم ولا صحه سحوركم، سا ديبون الوقت اللي كتشوفوا فيه لا فيديو هذه. كيما راكم تشوفوا اليوم نكملوا في سلسله تاع لحلويات العيد. راح ندير لكم هذه الحلوه السهله المهله وبزاف بنينه اللي تجيب القفريط. كيما راكم تشوفوا الحاجه الاولى اللي خديت 250 غرام تاع مارغرين، تكون طريه بيان سور. نزيد عليها 2 مغارف كبار تاع سكري غلاس، نزيد عليها 5 إلى 6 مغارف كبار تاع عسل، ونزيدوا عليها مغرفه صغيره تاع لافاني، نزيدوا عليها حبه وحبه بيض وصفر حبه بيض واحده اخرى، يعني حبه وصفر بيضه. نزيد عليهم تاني 5 الى 6 مغارف، يعني سا ديبون شحال درتو العسل ديروا الزيت. انا درت 6 مغارف عسل، ندير معاها 6 مغارف تاع الزيت، نخلطهم كاع هاد لي زانغريديون تاعي هكايا كيما راكم تشوفوا. انايا هنايا نحب نجمعهم يعني غير بيديكم هكا، ما كان لازم تستعملوا لي باتور ني ريان دو تو. هنايا حنزيد عليهم نص كاس تاع كاوكاو اللي كان بقشور، يعني حمصته ورحيته بقشور هكاك ما نقيتوش هكا، راه يعني راح يمد لكم واحد البنه بزاف هايله. كاين اللي يحبوا يديروا القفريط لداخل، لكن انا بيرسونيلمون نفضلها بهذه الطريقه بالكاوكاو، راح تجيكم بزاف بنينه. هذا ما كان قلت لكم نص كاس تاع كاوكاو، زدت عليه 2 مغارف كبار تاع كاكاو مارون دو بريفيرونس، كيما دائما نقول لكم الكاكاو تاعكم يكون بنين. هذه هي. ونزيد عليها 3 مغارف كبار تاع مايزينا، نخلطهم كامل كيما شفتوا. ونبدا نزيد هنايا الفرينه، ونزيد معاهم نص كيس تاع خميره كيميائيه حتى تتجمع العجينه تاعي. العجينه تاعكم ما ديروهاش بزاف طريه، يعني اي عجينه ماشي غير هذه، يعني اي عجينه تاع غاطو ما طريوهاش بزاف، يعني دائما لازم العجينه تاعكم تدي حقها في الفرينه هكا باش كي ديروها في الفوق ما تلقش روحها. هذا ما كان. دونك نتحصلوا على هذيك العجينه نديروا كويرات، ما تكبروهمش بزاف هكا باش ما يجوكمش، بس كي نزيدوا ومن بعد تيك من فوق الكفريط راح فريمون يزيدوا الحجم تاعهم شويه. دونك نديرهم قيس ابيبري واحد 25 غرام مع الخميره. هذاك هو. بعد هنا كيما راكم تشوفوا مور ما خرجوا طابوا وبردوا، انا ندير لهم من الفوق المعجون. خدمت بالمعجون تاع لي فريز، ومن بعد رمتهم كيما راكم تشوفوا، غمستها في المعجون، ومن بعد في الكفريت اللي كنت رحيته انا بالاشواخ بهذه الطريقه. راح يجيكم بيان يعني برحي رقيق. ومن الفوق زينتهم هادوما لي تروك تاع ديكوراسيون ماشي اسمهم. كاين بزاف ما يعرفوش يحلوهم، حبيت نوريكم الطريقه. دونك تنحوا لهم هذيك اللصقه اللي تجي من تحت، وتنحوا لهم تاني هذيك اللصقه اللي تجي من الفوق، يعني ماشي من تحت برك. هذا ما كنت تحطوهم من الفوق راح يلصقوا لكم. كنت نوعت، يعني نص درتهم بهادو، نص درتهم بواحد لي ترانسفير تاع الشوكولا. هادو ما كنت تشوفوا فيهم. هذيك النتيجه النهائيه، يعني الكميه اللي قطعتها لي هاد العجينه حوالي 40 حبه هكاك، 40 حبه تاع غاطو، وجات بزاف بنينه. وما جا فيها شغل حلو الكو تاع حلوه الترك، وهي ما فيهاش كاع حلوه الترك. راح نقسم لكم حبه تشوفوها كيفاش جات من الداخل. شوفوا تقسم وحدها تجي طريه تجي بنينه وتقطع لكم بزاف. نتمنى فريمون تجربوها، وما تنسوش ترجعوا لي الخبر ولا عجبتكم ولا لا. هذه هي. دونك هنا كنا لحقنا لافان تاع الفيديو تاعنا. ما تنسوش تخليو لي جيم ولا كومونتير، ونخليكم نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.